ازاي يكون ست الراجل ما يعرفش يخونها؟ هقول لكم. عايزه افهمكم نقطتين قبل ما نقول الطريقه بالظبط. اول حاجه تفهميها ان مفيش حد كبير على الخيانه، يعني مش عشان انت متجوزه راجل محترم وكيوت ومش عارفه ايه ان انت مش معرضه للخيانه. الست اللي مامنه ان مفيش خيانه دي ست عبيطه، دي ست هتتخان لان ده هيأثر عليها وعلى تصرفاتها. فلازم تبقي عارفه ان احتماليه الخيانه موجوده على فكره، وكمان عند الست احتماليه الخيانه موجوده. يبقى دي اول حاجه تفهميها كويس قوي، تحطيها حلقه في ودانك. تاني حاجه، مفيش حاجه هتمنع الراجل غير رقم واحد دينه واخلاقه. اتربى على ايه؟ الوسط اللي اتربى فيه، خوفه من ربنا سبحانه وتعالى. طيب تاني حاجه مصلحته، ان الخيانه تضره في مصلحته. تالت حاجه علاقته بيك وقوتها ومدى حبه ليكي وارتباطه بيكي. يبقى احنا الثلاث محاور دول لو اشتغلنا عليهم هنقلل فرص الخيانه جدا جدا. رقم واحد موضوع الدين والاخلاق، انت كده كده مالكيش يد فيه، ولكن تقدري ان انت تعليه. زي ايه؟ زي ان انت دايما تشكري في الراجل اللي مش بيخون مراته، وقد ايه ده مصدر قوه، ده معناه انه راجل قوي قادر يتحكم في نفسه، ودي حقيقه. تاني حاجه برضو ان انت ما تقعديهوش مع ناس يملوا دماغه بافكار رجعيه وافكار سافله، زي ان الراجل ما بيملاش عينه غير مليون ست والكلام المتخلف اللي عن عدم فهم ده. تالت حاجه ان انت دايما تمدحيه بالحاجه اللي انت عايزاها تبقى فيه، يعني تقولي له انت ما بتخونش فانت راجل، انا عارفه ان انت عمرك ما تخوني. الحاجات دي كلها هتدخل دماغه وهيصدقها. طيب تاني حاجه قلنا مصلحته، لازم تكون مصلحته معاكي. يعني ايه؟ اولا انت ام اولاده، ده طبيعي. تاني حاجه لازم تكوني صاحبته اللي لما بيزعل من الدنيا كلها بيجي يترمي في حضنها. لازم تكوني من الاخر كده انت اللي بتطبطبي عليه وتسمعيه الكلام اللي عايز يسمعه، وفي النص كده توجهيه. ان انت تكوني الام، ان انت تكوني نوت جادجمنتال، ما تحكميش عليه، ما تحكميش على تصرفاته. كلم واحد صاحبه في التليفون فشتمه فيرجع تقولي له عيب بقى مش عارف ايه، لا خليكي محتويه، خليكي دايما مش بتقولي له انت غلط انت وحش، عشان هنا هيقرب لك. معظم الرجاله عارف انه غلط، مش محتاج اللي يقول له انت غلط، محتاج اللي يتقبله ويديله الرساله من تحت لتحت. لازم مصلحته تبقى معاكي، ان انت تبقى ست بيتباهى بيها قدام الناس، لازم تقدميه ما تاخريهوش. الراجل بيكره جدا الست اللي بتنزله تحت. تفكري معاه، تقولي له المشاريع المستقبليه، لو هو في شغله قدميه في شغله، ساعديه اذا كلفك الامر. تكوني الام اللي مخليه ولاده 10/10، عياله نضاف، عياله حلوين، بس من غير ما ياثروا على اهتمامك بيه، لان الراجل بيعتبر ان اولاده بينافسوه على اهتمامك بيه وحبك ليه. تالت نقطة اتفقنا عليها وهي حبه ليكي وارتباطه بيكي. ده هيجي ازاي؟ فاكرة أول نقطة لما قلتلك إن مفيش راجل أنت ضامنة 100% إنه ما يخونكيش؟ لازم تبقي willing to leave، يعني لازم يبقى عندك الاستعدادات كلها إنه لو خان هتمشي. هو لازم يبقى عارف كده. صاحب المال هو صاحب السلطة. لو هو ضامن 100% ان انت مش هتعرفي تخطي عتبه الباب، يبقى انت كانك بتزقيه وبتقولي له يا ابن الحلال خني والنبي. لازم الراجل يشوف ان انت تطورك ماشي مع تطوره، يعني لو مشيتي دلوقتي هتلاقي راجل يتجوزك، مش ان هو اتص فيكي ومفيش راجل تاني هيقبلك. شكلك، اهتمامك، ما بتكبريش في السن، ثقافتك، حلاوتك، لازم ما تبقيش مضمونه. لازم تعرفي ان الست المضمونه بارقها بينطفي، حتى لو انت مش شرط تقولي له كده، بس افعالك تدل على كده. لما يجي يقول لك انا هتجوز عليكي، قولي له هتلاقي فين زيي. خليكي واثقه في حالك عشان يفضل مشغول بيكي.